أحييكم عبر أثير قناة النشامة هذا المساء. أنا نجم الدين الطوالبي ومساء الخير. شكرا مصر، نعم شكرا مصر العروبة، وشكرا لأرضك ورمالك وتاريخك وحضارتك، وشكرا لإهراماتك، وشكرا للنيل العظيم. شكرا لرجال مصر ونساء مصر ولكل من ولد على أرض مصر منذ العصر الفرعوني ومرورا بالحكم المقدوني وحتى الآن. وشكرا لعروبتكم، لأن عروبتكم تشكلت عبر مسارات التاريخ والجغرافيا نقاء وصفاء وصدقا مع كل العرب. شكرا لكل المصريين الذين علمونا معنى القومية العربية الشريفة والنظيفة والعفيفة، لأنكم أنتم الذين ما توانيتم لحظة واحدة لنصرة الحق العربي سواء في فلسطين أو بغيرها. أنا أردني المولد نعم، ولكنني مصري الهوى منذ كنت طفلا، حين كنت أستمع لإذاعة صوت العرب لقناعتي أن مصر كانت وما زالت وستبقى لكل العرب. فيا أهل مصر الطيبين، خذوا حذركم هذه الأيام، خذوا حذركم هذه الأيام من مؤامرات إقليمية ودولية تحاك ضد قداسة النيل وكرامة أهل النيل. وأقصد بالنيل مصر العظيمة، وأقصد بأهل النيل أهل مصر العظماء. فلا تسمحوا أن يكون مقتل الأمة من مصر، ولا تسمحوا بأن يكون مقتل مصر من خلال رفح. احذروا وخذوا الحذر في هذا الوقت الذي أصبح فيه الحذر فرض عين على كل مصري. فوالله ثم والله ثم والله لو أصيبت مصر برشحة أو إنفلونزا لا سمح الله لتداعى لها سائر الجسد العربي بالسهر والحمى. نحن في الأردن نخشى على مصر، ولكننا لا نخاف عليها. نخشى عليها لأن الحمل أصبح ثقيلا، وصار الاستهداف أولا وأخيرا على مصر. ولا نخاف عليها لأن فيها جيشا يشار له بالبنان على مستوى العالم، ولأن جيش مصر الجرار هو جيش العبور الذي يعرفه العدو قبل الصديق. الجيش العربي المصري هو جيش الأمة الذي إذا ضغط على الزناد تجمعت من أجل نصرته البلاد والعباد. والشعب المصري العظيم هو الشعب الذي تعودناه حلقة مغلقة حول جيشه وحول قادته وحول نيله وحول إهراماته. الشعب المصري العظيم أنتم الشعب الوحيد الذي أجبر التاريخ منذ 5000 عام على أن يكتب إنجازاتكم بماء الذهب الذي لا يصدى. ونحن في الأردن قلوبنا معكم أينما كنتم وحيثما اتجهتم، لأن بوصلة الله جلت قدرته هي منارتكم. ولذلك قررت اليوم أن أستبيح كل مفردات اللغة العربية بكل بحورها وأنهارها ومحيطاتها، لأنسج من حروف لغتنا العربية الجميلة قلادة شكر ووفاء وانتماء لمصر والمصريين. لأنني تخرجت من جامعة الإسكندرية فيها كرجل قانون قبل 40 عاما، لقناعتي أن كل من يتخرج من أي جامعة مصرية هو واثق الخطوة الذي يمشي في هذا الزمان ملكا. ولهذا تعودت منذ 40 عاما التي خلت عند الصلاة للفروض الخمسة كل يوم أن أشكر الله أولا، ثم الشكر لمصر ثانيا. شكرا لمصر، وشكرا لشواطئ الإسكندرية الحبيبة التي طالما كتبت على رمالها وعلى شواطئها عند كل مساء: مصر أم الدنيا، رضي من رضي وغضب من غضب. مصر التي تعودت الشمس منذ 5000 عام أن تشرق على إهراماتها وتأخذ قيلولتها الدائمة على مشارف خوفو دون أن تميل للغروب. وقبل أن أختتم رسالة المحبة لمصر الحبيبة والمصريين الأحبة، رجاء
إذا بقي هناك البعض من المؤلفة قلوبهم في أي دولة كانت ألا يسيئوا بتعليقاتهم لمصر أو لأهل مصر أو لجيش مصر أو لقيادة مصر، وآملا